بصوا يا جماعه، انا مش هطول كلمتين بس بسرعه. عشان العرض ده ماشي اليومين دول. انا عملت بيه ريل بس ما اتشافش كتير، مش عارف ليه. الفيسبوك ليه شويه تحكمات كده. بصوا العرض اليومين دول. بص الناس بتشتكي من ايه بقى؟ بيجوا لك يقول لك يا دكتور انا بصحى من النوم دايخ وبتجيلي دوخه وانا نايم، يعني حاطط راسي على المخده بيجيلي زي ايه ديزنس او بنسميها ايه عدم اتزان، دوخه. بص الصداع بتاع الصبح او الدوخه او تنميل الاطراف، كل ده رقبتك مش ودنك، مش اذن وسطى ولا اذن داخليه ولا البيتا سيرت هيجيب نتيجه. ضيف الله ازيك. بص الرقبه من هنا شده والترابيس من هنا، العضلات الترابيس دي شده. الصداع بتاع الصبح، الدوخه بتاعت الصبح رقبه. يا جماعه انتوا بتشتكوا من دوخه، الدوخه مش اذن وسطى. بصوا تاني الدوخه والصداع بتاع الصبح اللي هنا ده اللي ماسك راسك ومعصب راسك ده من رقبتك. كويس؟ المخده اللي حضرتك هتنام عليها بقى لا تبقى رقبتك عامله كده ولا عامله كده، يعني لا كينكد ولا اوفر ستريتشد، عشان ما تقوم من النوم ما تبقاش دايخ. ادي واحد. اتنين، بالليل بقى حضرتك تمسك رقبتك من هنا ومن هنا والترابيز دي تشتغل عليها، يا المدام تشتغل عليها بقى. كويس؟ ادي واحد. اتنين، تدفيها كويس قبل ما تنام وتعمل عليها روتين. انا قلت ديلي روتين، يعني روتين يومي لرقبتك قبل ما تنام. هتاخد لها كذا يوم قبل ما تفك. ادي واحد. خلاص يبقى احنا ايه؟ يبقى الدوخه الصداع بتوع الصبح مش اذن وسطى، مش بيتا سيرك يعني. لا طنين، يبقى انت لسه في حاجه غلط بتاكلها. خلصنا. يبقى رقبتي اعالجها يا اما جلسات علاج طبيعي بقى، وانا سالت الدكتوره عندنا عرفت انها بتفك بثلاث اربع جلسات، فانتوا تعملوها بقى في اي مركز جنبكم يا اما تعملوها في البيت عشان تفك الاول التريجرنج، وبعدين انت في البيت تعمل روتين بقى تدفي رقبتك وعليها موف كريم معاها. خلاص يا جماعه، يبقى الرقبه دوخه صداع تنميل في ايديك في اطراف ايديك الصبح دي رقبه. طنين الودان اكل طنين الودان اكل. انا قلت الدوخه. تمارين الرقبه اعملها قدامكم. يعني بص هقول لك على حاجه، يعني مبدئيا كده لما تبقى انت قاعد وداخل تنام، يعني رقبتك دي طول النهار عامله كده، تمام؟ هو ده مش طبيعه رقبتك اصلا. وخلي بالك عضلات ظهرك كلها بالطول اقل عضلات بتستخدم، يعني لا الترابيز بتستخدم ولا الظهر ده. انت لو فيكم حد بيعرف ستريتشنج ولا بيعمل سكوات ولا بيركع ولا بيسجد كويس. خلاص؟ لا الطنين انا بخلص عليه. محدش يقول لي انا تاقلمت معاه. محدش يتاقلم مع مرض، ما تتاقلمش مع الم. اللي تاقلم، ما هو انت خلي بالك البروسيس شغاله، انت تاقلمت عشان انت شطوره، لكن جوه البروسيس شغاله، فانت هتموت. لا عمر الرز ما يرفع السكر طالما بطلنا الدقيق. عمره طالما في قولون عصبي شعرك هيقع، طالما شعرك بيقع يبقى عندك التهاب اعصاب طرفيه، ايديكي تنميل شكشكه الكلام ده انا قلته 1000 مره. سببها الاكل، بقع زرقاء شبه الكدمات بتطلع في الفخذ او في الدراع حوالين العضلات وحواليها دهون. تغذيه الاطفال زي تغذيه الكبار بالظبط. امنعوا. اللي والله ما كنت هطلع وحياه ربنا، بس هو لولا حد قال لي البنجر مفيد للدم ضحكت. يعني البنجر عشان اخلص. لا مفيش بليله كل يوم يا استاذ، مفيش بليله كل يوم. خلاص خلصت كلامي فيما يخص صداع الصبح ودوخه النهار. دي رقبه مش اذن داخليه. والنقطه الحمراء برضه نفس الكلام، اكل في دقيق. علاجه عندنا ما فيش علاج اصلا روماتويد غير عندي. يا دي الكالسيوم يا جماعه، الكالسيوم قلنا العيل بعد سنتين، اول سنتين مش عايز كالسيوم اصلا، هو عايز فيتامين دي بس مش عايز كالسيوم. خلاص. تعرق في اليدين يا استاذ، هتلاقي ابنك بياكل عيش كتير. نقطه من اول السطر يا جماعه. اللي عنده نقرس يبطل صودا، يبطل دي، راح النقرس من عنده. خلاص مش راضيين ياكلوا التوست، امنع عنهم الاكل. تعرق الايدين كلها اكل، بالذات التعرق والريحه الوحشه للتعرق وريحه الفم الكريهه وريحه اماكن معينه كريهه، كل ده اكل. الرز بلبن بالايس كريم حلو قوي، انا بحبه ده. خلاص. واثبت لي وعايز اقتنع، مش قصتي اقناع، انا قصتي بريحك بجيب لك علاج. خلاص. ميرسي يا جماعه. انا في حد النهارده اداني بس تعليق سريع كده انا هقوله لكم، وكانت بتقول لي يا دكتور انت ماشي على الدايت ده بقالك 12 سنه بس شكلك اكبر من سنك، يعني عايز تقول ان الدايت بتاعي مش ما جابش نتيجه معايا انا شخصيا، فهيجيب نتيجه معاكم ازاي؟ فانا ما رضيتش ارد عليها بقى عشان نبقى نزعل مع بعض. خلاص. وعاده الشجره المتزهزهه بيرميها الناس بالحجاره يعني. كتر خيركم ودعواتكم واصله لي، اقسم بالله دعواتكم واصله.